الكابتن سعد عبد الحميد البارحه واول بارحه بكوره هنا قال يونس محمود حضر بس وحدتين او 3 وحدات تدريبيه من اصل 3 اسابيع، وبالنتيجه اجى لقى مكانه جاهز بالقائمه، فهذا الامر بالتعامل مع اللاعبين طبيعي. يعني شو تريد اقول؟ هسه اقول طبيعي يقول لك هاك باوع جاملهم وهم الناس اللي موجودين يعرفون شنو الامور. اقول مو طبيعي لان اكو لاعبين ايضا نفس حالهم حال يونس ما تدربوا بذريعه انه هم عندهم فرق وهم ما متدربين. يعني انا اتفاجئ انه الكابتن حكيم يقول احنا وصلناهم لل 40 دقيقه وهو يعني متدرب مرتين وحدتين تدريبيه. يعني انا اذا يعني كابتن ليث تدرب لاكثر من 6 وحدات تدريبيه المفروض هسه ليث مفول على كلام الكابتن. لا بالعكس انا اشوف راح اكو واحد من اللاعبين صديقنا هو عزيز علي وحب راح فحص قالوا له يابا انت عندك شد وما تقدر تشارك ما تقدر تلعب. فنفس الدكتور هو اتصل يعني بالكابتن حكيم وبعدين اللاعب راح هسه الان موجود هنا. اتمنى اكون انا غلطان ويشارك يلعب لان اذا ما لعب راح احكي اقول منه. واكو لاعبين ايضا مصابين وقعدوا 3 ايام 4 ويعرفهم هو كابتن ليث ماكو شيء ينضم لان هي التدريبات ايضا كانت مفتوحه. ليث يستحي ما يحكي راح يروح هنا. لا بالعكس انا انت ما سالتني انا تسالني اجاوبك. دبلوماسي كابتن. لا ابو مريم لا ابو مريم اكو لاعبين مصابين اولا انا رايح دا امثل العراق. ممتاز. ما دا امثل انا لا علي سالم ولا استاذ ضياء ولا فلان ولا الاتحاد. دا امثل العراق. زين. احنا الان لاعبين رواد ما رايحين ببطوله دا اجيب لقب. حلو. والناس تنتظرني والجمهور دا يترقب. طريقه التنافس اللي ظهرتونا اياها للاعلام كانما رايحين بطوله شبابيه. لا هاي بحث اخر. هذا اكو موضوع من انت تريد تروح وجاهز لان اسمك مو انا ما اقدر اسوي حركه او ما اقدر انطلق حتى الوقت لا اكو